السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، آمين يا رب. موضوعنا النهاردة حضراتكم عن السخرية. السخرية حضراتكم عندنا في الشعب المصري جزء أصيل من الشخصية المصرية، موروث ثقافي زي ما بيقولوا حضراتكم. السخرية عند المصريين جزء أساسي من شخصية المصري عموما. بيسخر من التصريحات الغريبة، بيسخر من الأشياء الأكثر غرابة، بيسخر من قرارات غريبة وبتكون متنفس لديه. يعني السخرية ليه نوع من أنواع الاحتجاج الراقي. يعني هو بيحتج أو بيعترض على قرار أو كلام مسؤول أو قرار حكومي أو أمر يتعلق بحياة الناس بشكل راقي. السخرية جزء أصيل من حياة المصريين، ده شيء حقيقي ومتفق عليه. حضراتكم، الحاجات المستفزة في الأيام الأخيرة أصبحت كتيرة جدا، وبشكل حضراتكم لا يصدقه عقل ولا يستوعبه أي منطق. على سبيل المثال حضراتكم، كله النهاردة عارف ومعلوم الأزمة الاقتصادية اللي بيعيش بيها شعب مصر. الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني فيها شعب مصر، صعوبة الحياة عليهم، الارتفاع الغير طبيعي في الأسعار. ويخرج إعلامي يقول لك تبرع. يتبرع منين؟ هو بقى حيلته حاجة؟ ازاي يتبرع؟ لو ما سخرتش الناس من هذه التصريحات ممكن تطق من جنابها، لأن الوضع أصبح غريب. ويخرج إعلامي تاني ومسؤول في الدولة يقول لك إزازة الزيت أصبحت في ألمانيا ب3 يورو. طبعا حضراتكم، تصريحات زي دي عشان ترد عليها بالمنطق، أي طفل صغير أو أي إنسان طبيعي يقدر يرد عليه. يقول له هي إزازة الزيت في ألمانيا ب3 يورو. طب وهل المواطن الألماني عايش زي المواطن المصري؟ هل دخل المواطن الألماني زيه زي دخل المواطن المصري؟ هل الخدمات اللي بتلقاها المواطن المصري بتلقاها المواطن الألماني أو أي مواطن في دولة تانية؟ لا. لكن هذه التصريحات وهذه القرارات تقابل بالسخرية، وعلى هذا وقيس. حضراتكم، السخرية متنفس للناس. النهاردة الناس بتسخر بدل بتطق من جنابها. مش كفاية الغلا والهم اللي هم فيه، وبتطلع عليهم تصريحات غريبة بيسمعوها، وبدل ما يشدوا في شعرهم ولا يطقوا ولا يموتوا، مع انهم هم كده كده ميتين وتعبانين من الحياة اللي هم بيعيشوها، بيسخروا من بعض المواقف والتصريحات والحاجات الغريبة اللي ملت البلد دلوقتي عشان خاطر تكون متنفس ليهم. وزي ما قلت حضراتكم ان السخرية دي نوع من الاحتجاج الراقي. لعل اللي بياخدوا القرارات وبياخدوا قرارات متعلقة بحياة الناس يكون عندهم إحساس، ويكون عندهم ذوق، ويكون عندهم فهم. يعني مثلا أنت لو قاعد في بيتك وجالك ضيف غلس وقاعد، وأنت كل شوية عمال تتاوب، مش قادر تقول له أنا خلاص عايز أنام. المفروض يكون عنده دم ويحس إنك أنت خلاص تعبت. هكذا اللي بيحصل مع المصريين فائض عن حاجتهم. اللي يحصل مع المصريين زيادة عن تحملهم، فالناس بتسخر وبتتريق متنفس ليهم. كان الله في عوننا جميعا، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.